بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء الأفاضل، اليوم كذلك نتكلم حول معركة أو سرية من السرايا بعد مؤتة، ولكن قبل ما نتكلم افتحوا آذانكم جيدا. سنتكلم حول أمر مهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعطيها للصحابة ويعلمهم على أمر ما، أو هذا الأمر سنقول من معركة مؤتة فصاعدا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا يعلم صحابته، وسنقول ما هو وكيف دربهم على هذا الأمر إن شاء الله بعد قليل. برايد عزيز قويخ باش بكن إن شاء الله، ونقويخ باش بكن أفتشتك وأنا مبيجن تشتكي بر مهمة جيانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ود حياته مداج، يعني درسك بر مازنه پیغمبر پشت حربا مؤتك ام بجن حربا ما ده هفته بره بحثاوی کرد جوی اووردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدی درسکی دا صحابیا خوان زمان هاتی را حاضر کرد، گلجه کد بجن یا وانجه را حاضر کرد کو ایرو لازمه ام تفجی جوی درسی عبرت بگرن، نصیحت بگرن، اف چه بو پیغمبر چه واد خواست، چه ما هدف پیغمبر چه بو، جوی درس و جوی نصیحت آنه داده وان صحابیا. لو را حیات پیغمبر هدف و غایه نه وکمش خواست زمان خود در باز کن، هدف و غایه ام جوی حیات مبارک درسا بگرن، فایده بدین، چه حکمت دهه، چه درس ده پیغمبر کیجا درسا خواستی بدمه هدف ما آن او ان شاء الله گویخ باش بدنه که ام بیشن پیغمبر وان هین چند نقطه مهم تکریانه. الأمر الذي يلفت النظر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة أرسل الصحابة، عين لهم قادة أول، قادة الثاني، القائد الثالث، وبعد ذلك ترك الأمر لهم. وفي معركة التي سنتكلم كذلك النبي يدرب الصحابة على أن يتعلموا يختاروا من أنفسهم قادة بدون ما يعين النبي أحدا عليهم. النبي مش كل يوم يكون معهم، سيموت يوما من الأيام، ينتقل إلى رحمة الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي الذي يعلم بأنه سينتقل وسيفارق الصحابة كان يحب أن يبدأ ويعلمهم على أمر القيادة، كيف سيختار من أنفسهم. عين ثلاثة من القادة وبعد ذلك ترك الأمر لهم، فاستطاع الصحابة أن يختاروا رجلا مناسبا، ففرح النبي بالأمر. إذن هؤلاء بدأوا يفهمون، وإن لم يكن معهم القائد الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم فبإمكانهم أن يختاروا أصلحهم من بينهم. هذا هو درس مهم. فالنبي أولا علمهم على هذا الأمر، اختاروا من أنفسكم، ليس دائما النبي معهم ويقول هذا، قد يأتي يوم والنبي غير موجود، ماذا سنفعل؟ فأراد النبي أن يعلمهم، إذا نجحوا وإذا حصل لديهم نوع من الأخطاء فالنبي سينبههم يقول أخطأتم من هنا لا تكرروا هذا الخطأ. هذا أول الأمور المهمة التي بدأنا نرى ونسمع. نقطة أول قالوا جماعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي حرب معتادة أوفردا صحابية تربية كي داوان دبو عجبا وانا دكانج ناوا خويا كي بكن سروك يعني كارن تجربه که لو را پیغمبر زانه روکی بمره حتی قیامت نوا انسان دا نامینه. اوان صحابی هانه تاریخ وانا برتنه و مثل عرب ام سروان بیجن که مسلمان و عرب تاریخ کوانا دولتی تنبو، سیستما دولتی تنه اکید نوا خدا بکن مازن تنبو. پیغمبر حربا معتاده کوانشان گو فلان کس مازن گو هات کشتن فلان کس پشتی دنگی خونه کر کجا از نماش فهم بکن وانا زانن یکی بکن نوا خود بکن سروک وقتی وانا یکی بکن سروک عجبا الگورا کیجا قیاس لگورا زنگینیاوی، لگورا اختیاریاوی، لگورا قوتاوی عائله، لگورا عقلوی حربه، لگورا قرآن اخو ازبر کریه، لگورا چه وی وانا یکی بکن سروک جا دنما وانا بکن. ده حربا معتاده پیغمبر صلی الله علیه وسلم تماشا کرد کتابی روا مگو پیغمبر جامی خطبه خواند، یعنی فلان کس هات کشتن فلان کس داوی گو یکی دان یکی خدا دریج وان را وکر. وقتی صحابه هاتنجی پیغمبر کیف خوش ببوان تقول تشتكي باش كري يعني حتى ملت مدينة عاجز بو پیغمبر گون انا عاجزم وانا جارا قديب سروان دهارن پیغمبر دوردا كيف اي هات برياوي پیغمبر قد تشتكي وها نكربو يكيد شان هات كشتن يا جيت هاتي كشتن فلان كاس جيب شدت پیغمبر دنگي خونه كر
و اف جارا دمؤتدا جارا عولك و مازنه پیغمبر شاندیه تی کشتن و صحابت نوا خدا یکی راد من تبی مازنه ما اف درس عوله يعني پیغمبر زانب و ایروکی وفات بکه عجبا وان صحابیه مزانن یکی بکن مازن جبونه خو و هیچ مسئله حربا مثلا ایمان و دین نه مثلا حربه دا هدی تخوازه دنما وانا بکه اوانات کارن یا نکارن لگو تربیه پیغمبر دایا وان قرآن کجوانا گوتیه تر اخلاقی کش پیغمبر گرتنه عجبا چه قاسه درسا خو ازبر کرنه اویا یک تا ازبر حفظه یعنی کیمانی کی هبه پیغمبر بجه ود فردا کیمانی کی کر آبی کیمانی خوش راست بکن حدت او یعنی باف مازنه دولته کب عاقلن دبی از روکی بمرم بریک از بمرم برهنه کیش دولت هم داد دولت جانا پارتی دبن جانا امبیجن نه پارتی جماعت دبه برهنه کی پشکی پیش داورن از روکی هرم وکا زاروکی بچوکی کباوه هم دمره برا نمینن زاروک وقتی 4 سالی 5 سالی 7 سالی باف دمره تجربه وانا دنیا ایتنه نه تشتک نزانن لیدما کو مثلا اینکی باف جه انا حتی اک دمرن هر تش دستی وان دایه هر تش دستی او قرار دادن یا بیل برا لای تفیر به برا هیک کی چه کی برا مریش کی بفروشه برا زانه بین هنا کی باف هنا او قصا عاقل ولكن عقله کی کمه وهنا كباب هنج بتشوكي دا زاروك يخرج من جهره هر حبكي مريش كما ربينه حبكي هيك تشيكه دايرو في تشته بفروشه تبيا تبكه بعقلا وخشبار هوا دوره وانده بيجا تشوات كن عجبا زوب زوجي خبر نادد بيجا تماشا برا تجربه چه جاركيت كفا جاره دو ناكبه بلا برا جار عود كفا خوري تشتكي برا بستينه برا تشتكي بفروشه باش كر بجن عفرم كيماني كي كر جرا بجن سري نشكين ها بيج تدبر دا كيماني كي كر جارا هاتي في كيماني نكيته باش بدرس بدنوان پیغمبر في درس عول ياكر امي انا بجن تشكيدنش پیغمبر دبي حرب وكامي انا بحث يكون پیغمبر تشكيدنجي تشيذكر عليه الصلاه والسلام من ناحيه القياده النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا امر اخر في المعركه التي نحن سنتكلم النبي ارسل رجلا يعني مجموعه قال انت قائد وبعد ذلك ارسل مجموعه اخرى قال قائدكم هذا وبعدما ارسل قال لا تختلفوا يعني قائد أول قائد الثاني من سيكون قائد من بين الاثنين واحدهم سابق في الإسلام وواحد آخر جديد من النبي يحب أن يجرب ما نصحهم قال لا تختلفا فقط غير ذلك لم يقل إذا ذهبت إلى هناك سلم إليه القيادة أو خلي هو يسلم إليك لم يتكلم بهذا حتى يجرب نشوف ماذا سيفعلون فحينما ذهب قائد الجديد إلى قائد القديم الذي سنتكلم حصل نوع من النزاع القديم قال أنا القائد الأعلى أنا سأكون إماما لكم أنتم أتيتم مددا لي والذين أتوا قالوا نحن أتينا مستقلين النبي جعلني قائدا على هذه المجموعة هذا قال أنا لا أقبل أنا القائد السابق هنا في الأخير أحدهم تنازل لأن النبي قال لا تختلف هذا إشارة النبي لا تختلف فهو فهم من الأمر قال النبي وصانا بألا نختلف أتنازل عن حقي وأعطيك حتى لا يحصل بيننا شقاق هذا أمر آخر درب على أن يكون هناك قائدين ثلاثة كيف سيتفقوا كيف سيختار من بينهم هذا كذلك حصل والنبي حينما يسمع بهذه الأخبار يفرح نعم هؤلاء الذين أدبتوهم وربيتوهم يستطيعوا أن يعملوا شيء كذلك النبي لم يحتر لم يقل لماذا لم تتنازل ولماذا تنازلت خلاص كان على ثقة بأنهم يستطيعوا أن يصلحوا فيما بينهم كذلك صلحوا فيما بينهم تشتكي دني حرب قانا مي بيجن پیغمبر یکی شاند بو تبع 300 حب انسان چوبون 200 حب چوبون اوی تماشا کر نیار هنش پیغمبر مکتوب کیشان گو امدادش مرا بشینه وانا پرن عمل کارن شر بکن پیغمبر 300 حب دنشان 300 حبا یکی را گو تمازنه وان اوی مازنه اول اوی مازنه دویا پیغمبر یک کلمه کیبتن جوارا گو لا تختلف بهف نکن بهف نکن وکیتی تشکی نگو یعنی شر نکن تنبی از مازم تنبیجه وی کلمه جویارا گو ایک داویه چو وکیتی تشکی نگو پیغمبر خوازه تماشا بکه اوان انسان اویاج مازنه کی و اویا مازنه کی عجبت کارن لهف بکن یا اویا بیجه از مازنه خو تمازنه خو گرم مسلمان ببین یک وقتی که ویا هات ابيا كابن ابو عبيده اف صحابي كذوب يا مسلمان ابيا جا عمري كوري عاصي ابيك درنگ يا مسلمان اي عول ابا ابيا يددو ابيا جو ازي بابا امام
هذا گو نگو امامتی حق منه چما حقیقته گو از بری تاعت ما پیغمبر مشاندیه داویش ترا تعالی کاریج من مشاندیه ایوان صحابی ابو بکر جهاتیه دی گروبات دو دا عمر جهاتیه اوانا گوتن براویال مشکه گو نگو والله قبول ناکم از ای عول مجبون من هاتنه ابو عبیده گو دریا حدیث پیغمبر کرد گو بهف نکوین بهف نکتن یا تارتش ماینه bir birbirlerine girmeyin. Valla peygamber gotiye be hevne kevin az paş datçım. Az maznati iştara değilim. Tabi ben mazın. Divir da vakti haber hat peygamber piştek zıvırın. Peygamber keyf hoştu ve ava sahabiye min hatne derece ki yani dehabin her iki vazife ki dayavan paşi zaman icab ke gere yek be mazın vay zanid nava xuda kemani ki bikşinin yeke kabul bikin. Ku eviya got az kabul nakim illa gere ezbim eviya got ez اگه بگوت اش گروه آخر میچه بکره دبون دو گروه اب هف کتانا اما یکی که مانی که کشان پیغمبر خواست دنوان و بیتشته هانه جیب که یعنی اوانا تفتشته مهمن که پیغمبر هیدی حساب خود نبوند کدبه از رو که هرم اوانا زانن عجبا ناو خدا تشتکی بکن تشتکی دینه معنا ویجی بیجن امر آخر كذلك تعرض لهم شيء لم يكن موجودا او لم يسبق عليهم ما حصل الاجتهاد في امور الدين أمور جديدة أمور عبادات يعني القائد الذي كان معهم أصابه جنابة فجديد في الإسلام ربما عدة أشهر يعني عمرو بن العاص تأخر الإسلام عدة أشهر وهو القائد أصابه جنابة والليل بارد جدا فلم يغسل بل تيمم وصلى بهم أمور اجتهاد جديد أمور في الدين فحينما أتى إلى النبي كذلك سأله ففرح النبي لحاله فأدرك بأن الصحابة يستطيعوا أن يروا حلولا لأمور جديدة يتعرضون لهم وإن كان متعلقا بالدين عندهم خلفية إسلامية يستطيعوا أن يفهموا من القرآن ومن الأحاديث النبوية لأن إلى هذا اليوم ولا أحد من الصحابة أصابه ما أصاب الجنابة في البرد فكذلك النبي يفرح حينما يرى الصحابة يجتهدون في أمور الدين ويستمدون أو يستدلون بالآيات والأحاديث فالنبي كان يفرح ويرى حينما يرى الصحابة يفهمون هذه الأمور يفرح بتصرفهم هذا كذلك أمر جديد النبي أدرك وأحب أن يدرب الصحابة على هذه الأمور الجديدة مسألة كادنة أميانا سوي بجد مسألة ديني داجي نه مسألة سروكاتي مسألة دين دست ميجا لميجا عبادتك حلال وحرامك ده پیغمبر تیسا دخواست فهم بکن صحابی و زانه فهمه تشتا بکن یا گندینه چحوه خو گرتنه مسئله که هات سر وان سروک وان که 4-5 ماه بیا مسلمانه عمر در بیا مسلمان نویه جنابت کتلو جنابتی زانن چیه مرب جنابتی تکوین سرمایه پر سرمال چوله نه یا شخواه گوز آنها سر بشم والله سرمانه بمرم پر یک ساره رابو تیمم گرد تيمم يعني داس الخليه تكون سر تعب وقتون او تكون تيمم ابا يعني واكيد نتنا خناشون وبو امام بيشوان الماجيكر لبيشوان الماجيكر تشتكي انه حتى وها تشتك هات نبي يعني حياته پیغمبر ده حتى وي ساعات تشتك هات نبي هاتنش پیغمبر را گوتن دفرت اجي پیغمبر كيف وي هات حتى كنياجي پیغمبر تخواست که صحابي وي هر مسئله ده زانب عقل خو بخبتين پیغمبر جه سوال که اویا دلیل خوش قرآن تی ندبید قرآن ده خود آیت کی وها گوتیه بنه مانا یبیجن پاشه پیغمبر ندگو از الله خوازم جالی عسکری ده جالی هر تشتی دخواست که صحابی وی تجربه وان چه ببه زانه بن فهمات تشتاب کن کیفا پیغمبر پر هات کوه صحابه ده مسئله که دینی داجی مسئله که حلال و حرام و عبادت داجی و عقل خود خابتین دلیلش قرآن تینن نابن جمهرش پیغمبر سوال کن که پیغمبر جمرا گوته چی پیغمبر دوره درسته رو دوره يعني ليه قرآن كود عقل وام ده حديث كود زانن لغورا في آيات هاني اف مثلا نو وها چه بيه حتى في وقت آيات کا ساکن وتنه کو بيجا كود دنيا پر سرما بو هر سر خو نشون تمام آيات ناتيه هجا زبردا پیغمبر تخواست صحابي وي هينه تشتاب بن ايرو ارچيكو دولت جماعت اورگانيزنه ام گره نسل خويا نو مظلمه هنا مثلا امام اكيد به شيخ اكيد به سروك اكيد به چد به هدي ميكي انسان را بهش كاپيش داوره بچيش که خودن داوي کرم کجاوي تشتهانه بك مثلا جارنا امام چد کن زاروك مدرسه دا يكي راد بمره آزان ده جارا اول شاشت که جارا دو استرست که جارا چارا تشکید که
جبيب شون ده هين دبه جاكرات به كرم كبا امام يعني وجه تاع عمري قال نورمال بنا هيك 7 صالي 5 صالي جار عود به لما جا نيفروي با امامات ابدنك تدي جار قادي نيفروي عصر با امام جار هدي جار كده به مغرب ده با امام صورتك بچوب خاينه حتى تجربه وي چد يعني پیغمبر جی صلی الله علیه وسلم وی شکل صحابیا درس کا تاریخی دوان يعني درس کا تاریخی دوره رو که پیغمبر وفات بکه وانای ببن مازنه دولت اپرای داره بکن دولت اداره بکن دین مسئله دینیش ملت را بجن ملت خریب ورنا و يعني براوانا حیاتانو درس کی بگیره اجام بحث وی حربانه بک شرک امجن ناوی چیه ما تكلمنا وحصل للصحابه اسم سريه ذات السلاسل اسم منطقة النبي أرسل صحابة وأرسل عمرو ابن العاص النبي أرسل إليه قال فليأتيني هو عمرو يقول أرسل النبي إلي قال فليحمل سلاحه وليأتي إلي يقول حملت سلاحي وأتيت فالنبي نظر إلي هكذا من فوق إلى تحت نظر إلي هكذا وقال يا عمرو ما رأيك أبعثك على وظيفة لك خير الدنيا وتجمع المال كذلك يعني الله عز وجل يعطيك المال فعمر ابن العاص صاحب إيمان جديد ولكن إيمانه خالص مخلص يقول يا رسول أنا لم أدخل في الإسلام لأجل المال لم أدخل في الإسلام حتى أكسب المال فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بأمر يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للمرء الصالح الإسلام ليس ضد المال إذا كنت صالحا فنعم المال الصالح في يدك أنت ستتصرف في سبيل الله بشكل صحيح فالنبي يبعثه فهذا فيها درس بأن هذا الرجل دخل في الإسلام عن قناعة وكان مخلص وليس غايته المال ودرس آخر الإسلام ليس ضد المال بالعكس الإسلام يحب المسلم أن يكون غني حتى يحافظ به كرامته ويستر به عورته وينفق على أسرته وعلى ذريته فعمر هذا الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول الملاحظات حرب كيك أنا بجن نافي ذات سلاسل جيك منطقة كيه اوان قبیله کو ده هفته بره بالروم را المسلمان را شر کردن پیغمبر شان وان تربیه بکه لورا وانگو ولا جا کم گروه کی چه کنم سر مدینه دهرن اجا پیغمبر کی شان گلو جماعته بني ابو بکر نشاند عمر نشاند علی نشاند عمرو کره عاص لورا عقله کی وی عسکری هبو پیغمبر تو خواست نسل نوحی نوان تشتیانه به نسل کبن ابو بکر و عمر و علی وانا تفت زان خود جوان راضی به نسل نو جبران کی تشتاب که ابک تجربه وانتنه ایوانا چوات کاربن عجبا ایمان وان ساغلمه ساغلمه صحابی نو و ابک کبن احترام وانا دگرن ناگرن تدی جانا عادت مسلمان یاد بیت دو بو مسلمان تهاتج مرا بو ایمان ایات حتی انا تاریک الصلاه بتدرویت المجد کی تهاتج مرا حلال و حرام خبر ده و دار تاریک الصلاه بنه ام هردم تشتاج هبرات بجن جا پیغمبر عمر به پیغمبر مرا خبرشون المدینه میگه هر بجن بر عمر جلی خلقه و سلاح خوب گرا خوب برا ولا سلاح خوب گرت از هاتم دبی پیغمبر اوا تماشا که صریح حتی بنی عادت گوات بخوازه یکی دقت ایب که آنالیز بجن آنالیز دبی اوا کنه بلن که حتی جل سلاح تجربه تماما يعني دبی گو عمر تدبی چی از تبشیرم جهه کی هم خیر اشتراه و پرش که بده ستات این کی پر مرش توب کی عمر دبی یا رسول خدا اجبون پرا نبو مسلمان بنه ایمانوی نجبون پرا دبی اجبون خدا بو مسلمان پیغمبر جر حدیثه که هوی مشهور بجد به عمر ان مال بخیر ده دست مسلمان بخیر ده بیاش بیروانه که یعنی درس کیه که پیغمبر جو امت خورد خوازه بیجه خدا نیار پرانه نه اسلام نیارتی پرا را ناکد بالعکس اسلام بیجه بر پره تهبه یا پره تهبه ناموس خود پارزی جلو پاک خود کی زارو کی خورا خدمت کید کی کاری په خیر و حسنات کی کی عالی کاری پراب کی یعنی پیغمبر یاد بیجه مال بخیر ده دست انسان بخیر ده یعنی برا پره تهبن برا ایمان تهبه ش خدای خوب ترسی ور حاصل ابیا درس عول کو پیغمبر نصیحت لبیات که دبی برا پره تهبن ضرر ویتنه یعنی ابیا درس عوله و عمر هانی کوجا 4 ابیا مسلمان نزو 4 ابیا مسلمان پیغمبر گو هرب گروه کیدا کی گوتاره وان انسان ان له بلاب کی ابیا درس عول ما فيه النبي ارسل عمر ذهب إلى المنطقة الذي أمره النبي رأى عدد كبير منهم اجتمعوا فأرسل إلى النبي يطلب المدد النبي أرسل إليه مجموعة أخرى كذلك عدة مئات من الصحابة وجعل على رأسهم أبا عبيدة ابن الجراح هذا مع مجموعة وأبو عبيدة مع مجموعة وما وصاه النبي قال لا تختلفا فذهب هذا وحصل ما قال ذكرناه قبل قليل
حصل النزاع من يكون إمام من لا يكون إمام، فتنازل أبا عبيدة وقال النبي أوصانا بعدم الخلاف، أترك لك القيادة، فأصبح قائدا لهم. حصل مناوشات فهرب العدو، فغنم المسلمون أمورا كثيرة، وكان الجو بارد، فأراد الصحابة أن يشعلوا النيران، فنهاهم قائدهم قال لا أقبل، الذي يشعل النار سأرميه في النار. كذلك الانضباط في الأمور العسكرية. حينما أتوا إلى النبي وشكوا إليه فقال النبي لماذا؟ قال حتى لا يرى العدو قلة عددنا، فأقره النبي على هذا الأمر، وعلم الصحابة أطيعوا قائدكم ما دام على الحق، إذا كان القائد على الحق فعليكم السمع والطاعة حتى لا يفترق الكلمة. هذا ما علمه النبي في هذه المعركة. تشتك چیبو ابو عمر چو تماشا کرد و قربالق هین که زیدهش دور با خبرش پیغمبرشان گو امدادش مرا بشینه اوانا هم نکارم بوانا پیغمبر گروه کدن جوانشان ام بجن 300 حب چوبون 500 حب پیغمبر 200 حب دن جوانشان یا جی 200 چونه 300 حبیشاندن دو گروه دو ابو بکر و عمر وان ذات مازن جیانه ابو عبیده جی سروانه چون چند خبر ما گو یا گو از ببم امام تب امام ابیا گو تب امام پیغمبر گوتیه به نکردن ابیا عمر وان دارن که شر کردن برای وان دان ور داویدا چون چند تشت دنه چیبون دنیا ساره گو صحابیه گو ما بشب آگر بکن عمر مازنه وان گو از آگر قبول نکم آگر نک ور داویدا گو والله کی آگر بک از آگر دب شوتینم قبول نکم آگر بکن قبول نکردن گو ام دوان که گو دوان جی نکم ور حاصل گره با خیر پاشک هاتن جی شکایت اوی کردن ابیا بش داویه آدنش بشن پیغمبر گفتن سار بگو عمر نشته ما آگر بخن نشته مازنه میان پیغمبر گو عمر تا چما نشتی آگر بخن گو یا رسول خدا کو آگر بخن گو آگر دبر عنیکای بدین امچن حبن ام هندکن ایگو ایرش ما بکن من نخواستی کو نیار مازان بن امچن حبن لو ما من نشتیه دبیت باش کری یعنی پیغمبر دبر داجی عمر عاجز نبو صحابیه را گهداری مازنه خوب کن مادام مازنه و ریا راست ورد بجه گهداری بکن عسکری دا قانونه که دیسیپلین لازمه دیسیپلین تنبه تپرچبوی دیسیپلین لازمه که گهداری بکن دفر داجی پیغمبر نصیحت لوان کرد گو به هف نکبن آگهداری هفن حرمت هف بکرن گهداری هف بکن ابیاج درس اکادنه پیغمبر دوی حربانه دا جوان را گو جهف نکبن سروکی اب عاقل فعما تشتاد که یو گهداری هانه بکن. كذلك ما قلنا قبل قليل الخلاف أو حصل شيء اجتهد الصحابي عمرو بن العاص أصابه الجنابة في ليلة باردة فلم يستطيع أو خوفا من على حياته لم يستطيع أن يتحمم بالماء قال والله البرد شديد لو أتحمم ربما أموت فتيمم من الجنابة وصلى بهم فكان هذا أمر جديد للصحابة لم يتعرضوا إلى هذه الساعة إلى أمر مثل هذا شيء جديد لم يسبقهم بأنه أصابهم الجنابة وفيها ماء ولكن خوفا من الصحة وخوفا على حياة أنفسهم تيمم وهذا أمر جديد فأتوا إلى النبي وقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم عمر صلى بنا وهو جنب فقال يا عمر ماذا عملت؟ قال يا رسول الله هكذا الجو كان برد شديد جدا فخفت على نفسي فتيممت فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله طيب أين دليلك لماذا عملت هكذا من أين أتيت به فالذي نفهم بأن عمر كان له علاقة مع القرآن سابقا فيقول قد ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما فالله يقول لا تقتلوا أنفسكم لو تحممت لمت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك بأنه كان ذكيا واستطاع أن يفهم ويستخرج أمرا حكمة من القرآن فكان أمر جديد ولكن النبي أعجبه وضحك قال كأنك ذكي جدا وعمر كان ذكي فعلا تشتيك چيبو إجا مسألة جنابتي عمر دياب جنابتي كتم جنابت مير برانيت كتم سرماي دا خصوصا سرما بمالا مرفا خراد فنبيا زانبن رادبه دنیا ساره اکاب تدی آنم بجن بنیا صفره دا بچند درجه چولا هانه برو گرمه بشفشی فلاکته رادبه بی چبکم سریع خوشم ازی بمرم تیمم دگره پیشی امان میجد که تاریخ صحابیت دشتک وها چه نبیه هجا این کار احترازی بکن مزنه وانه تین مدینه بیا رسول خدا والله ارتش چه بود ابجی چه بود یعنی سری عمر سری تقو رقای مساکنه بجن همه تشتفاتن سری ویورو یا رسول خدا عمر پیش عمل میش کرد جنابتیش لمیش کرد یعنی
پیغمبر دویجه عمر وره تچال پیشوال مش کرد چی بود بیا رسول خدا والله پریا سرما بو مگو از قمش ما بمرم سرما ده يعني تعذيب كده قمشي جليوانش قالن وكبان مكانم خود كن او جن جلي عربانه فقيره الى وين يعني وزي بمرم ليد بي اذان خاطر القران ده اياته كي قلت ولا تقتلوا انفسكم خاطر بيجا خو نكجن انه كان بكم رحيما خدي رحمته رحمه خديه يعني ازراب خبكشم خدي بكشتنا من زنگين نابه فایده کیش خدای را چه نابه ولكن از نمرمتشم دبیم وی آیت خوان اف آیت هات عقل من ایجاد وی وی آیت خوینه دوی فضحی کن نبی و پیغمبر دکنه یعنی کیف خوش دبه پیغمبر کیف خوش دبه جانت کنیا دوی پیغمبر رو دنگه کی بلنجی کنیا وکا بیجه والله ایت عقلی یعنی تتشاو فعما وی آیت یعنی که بلکه اینکی صحابیه دنه هبونا نکاربونا اواکنو جه در خستانه عقل حکمت فهم دست هر کس داتنه ربي عالمي داوان صحابي هاني ور حاصل في شكل يعني هاتن دفر داي درسا كمازن تذهبوا جنابتي تشيبك مرق بترس جمرني مرق تيمم دكره اف درس هانيجي جويا ما قرت حتى برا بس ان شاء الله ها او يكي ديبو او جارك ديبو او سريش كان سريوشكي ابو سريوشكي ابو سري غوغرت خبشو يعني غو برن اك نكرن سريوش كان ديبو يا سري نش كان ساغلام يعني ساغلام يا خوشوشت يعني وزن كارم بشم لوما إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن هذا القسم إن شاء الله.